السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة فنون الطهي والجردمنجي. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين هنتعلم معاكم بالخطوة واحدة واحدة. هنتعلم ازاي ننحت على البطيخ. زي ما حضراتكم شفتوا في بداية الفيديو، هنجيب كنز أو أي حاجة دايرة كده، فورمة نحدد بيها دايرة كده، بحيث نعمل ايه الوردة الداخلية بتاعت النحت بتاعنا ان شاء الله يعني. تمام. بعد ما نحددها هنجيب ايه، هنشيل القشرة الناشفة دي اللي هي الخضرة دي، بحيث ان دي ناشفة هتعاكس معانا في السكينة وتعطل السكينة يعني. تمام. هنشيلها كده اللي هي بتاعت الدايرة بس. بعد كده ايه، طبعا حددناها في الاول. بعد كده هنشيل بقى ايه جزء من الداخل كده، ونحفر كده ونطلعها زي ما حضراتكم شايفين. احنا هنمشي معاكم خطوة خطوة بحيث انكم تتعلموا ازاي تنحتوا. الموضوع سهل وبسيط، بس ايه، هي مغامرة يعني، فمش محتاجة خوف. هنبدأ نعمل اول ورقة. احنا نعمل وردة كده ايه وزي الوردة البلدي كده يعني. بس طبعا البطيخ عشان ايه لحمته حساسة او لحمه حساس وطري، ممكن ايه يتكسر مننا يتقطع مننا، فدايما نكون حذرين. زي ما حضراتكم شفنا، عملنا الورقة الاولى وفرغنا قدامها. بعد كده عملنا الورقة التانية ونفرغ برضو كده قدامها. هنمشي على كده بالشكل ده، نعمل ورقة ورقة ونبدأ من نص الورقة. يعني احنا بدأنا أول ورقة، بعد كده جينا من النص وعملنا الورقة التانية. بعد كده عملنا الورقة التالتة. بعد كده هنيجي من النص زي ما حضراتكم شايفين ونعمل برضو الورقة الرابعة. تمام. زي ما حضراتكم شفتوا اه، نعمل الورقة وبعد كده نبقى مفرغين قدامها كده. وهنمشي على الايه، على النظام ده لحد ما نوصل لقلب الايه، لقلب الوردة. طبعا المفروض بتكون في سكاكين ارفع من كده يعني، في سكاكين مخصصة للنحت. كل ما بنقرب من قلب الوردة بنصغر ايه الورقة، ونعمل الورقة الواحدة وبعد كده نفرغ قدامها، بحيث انه يدينا الشكل الايه، شكل الفراغات ده كده الايه الاحمر اللي باين من جوه ده، يعمل معانا شكل الايه للوردة، شكل حلو كده وجميل. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. لما نقرب بقى من القلب، طبعا الحتة دي هتكون ضعيفة جدا، فايه نمسكها واحنا ايه بنعملها، بحيث ان ايه ما تتكسرش مننا يعني. بعد كده نبدأ بقى ايه نعمل الورق الخارجي. تمام. زي ما حضراتكم شفتوا كده نص دايرة اهي نعملها، واحنا بنميل السكينة كده بحيث انها تجيب من تحت. نعمل التانية. بعد كده هنجيب التالتة. هي التالتة دي كبرت مننا شوية، بس عادي مفيش مشكلة. كده جبنا الخامسة وبعد كده جبنا السادسة. كده عندنا 6 ورقات خارجيين. هنيجي بقى هنا هنيجي هنا من على سن الايه الوردة، ونيجي ايه نحفر كده، نحط السكينة ونمشي بالسكينة ايه واحدة واحدة كده. ما نسحبش السكينة مرة واحدة، لأنها ممكن تسرح مننا تروح معانا في اتجاه تبوظ لنا الدنيا. لكن ايه، نطلع وننزل كده بحاجة بسيطة كده زي ما حضراتكم شايفين كده. ونلف السكينة واحنا ماشيين كده بنلف السكينة، وبسند بصباعي بالصباع اللي بسند بيه، بحيث ان السكينة ما تغوطش مني جامد يعني. بحيث ان السكينة ايه ما تغوطش
في البطيخة جامد. بسند بالصباع اللي هو سند السكينة ده، سند السكينة، وفي نفس الوقت بيخبط في البطيخة. خلاص كده خلصنا ايه الورد كله، الدايرة دي كلها. بعد كده نبدأ نعمل بقى الدايرة التانية. طبعا احنا حفرنا حوالين الورد بحيث ان لما نيجي نعمل الوردة التانية تيجي ايه تفصل معانا على طول. هنيجي من كل نص ورقة، يعني شوف زي ما شايفين كده من نص كده، ونبدأ ايه ونسلمها في النص التاني، في نص الورقة التانية، وكذلك نمشي على كده على طول. لما نلاقيها ماسكة زي كده مثلا ايه بنسلكها بايه بالراحة كده بالسكينة، بنسلكها كده. خلصنا الجنب ده. نبدأ بقى نعمل ايه، نعيد الايه الكرة تاني. تمام، هنيجي من عند السن كده من فوق، ونمشي كده ايه واحدة واحدة كده. طبعا لو انتم لسه مبتدئين يعني ايه بالراحة، ما تستعجلوش. يعني انا حبيت اعملها لكم خطوة بخطوة، ما سرحش الفندق ولا ما سرحش. زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ بقى نفرغ، نبدأ نفصلها، نفصل ورقة عن الايه عن الجزء الخارجي. احنا كده بنفصلها عن الجزء الخارجي. هنعمل الكلام ده في كل دايرة. كده بنفصلها، كده بنفصل الورقة دي عن الجزء الخارجي. كل ورقة بنفصلها عن الجزء الخارجي. فصلتها بقى، ببدأ ايه اعمل الورقة اللي بعدها. زي ما شوف سايبة ازاي، لانها متفرغة، لانها مفصولة عن الايه مفصولة عن اللي قدامها. وببدأ ايه اعيد الكرة تاني، وهكذا على طول لحد ما ايه كل ما بمشي، يعني كل ما بطلع بتكبر معايا الورقة. هنبدأ بقى نفصلها زي ما شايفين كده. طبعا ده هيبدأ معانا من أصغر ورقة من الداخل لحد ما نخلص البطيخة خالص. اللي احنا بنعمله في الورق هي ورق، يعني هي طريقة واحدة في كل ورقة. هنفضل ماشيين بقى لحد الآخر. نفصل اهو، بنتفصل. هنعمل كده مع كل ورقة لحد ما تطلع معانا ايه شكل وردة. تمام، وحواليها الورق بتاعها. فصلنا كده، هنبدأ نفرغ، نعمل الورقة جديدة، ونشيل لو معانا زيادات زي كده نشيلها عشان الشكل يبقى حلو. الموضوع سهل وبسيط خالص، ما تصعبوش الموضوع. تمام، مش مشكلة من أول مرة لما مش هتيجي معاك عادي، مش مشكلة. بس هو الموضوع محتاج الايه الممارسة، مش هيجي غير بالممارسة. النحت ما بيجيش غير بالممارسة. وطلعت معانا بالشكل ده في الآخر. تمام، زي ما حضراتكم شايفين اهو. الموضوع سهل خالص خالص خالص، بس انتوا ايه خدوا التجربة يعني.
سهل لأي حد في البيت يعملها في أي حد. شكرا.